عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل فطاير سهلة جدا وسريعة تنفع للاولاد في المدرسة. لللانش بوكس. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتاعتي طرية جدا، والمقادير سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد معانا اي وقت. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. في بولة عندي كيلو دقيق مخبوزات او متعدد الاستخدامات، نخلاه كويس جدا. هضيف عليه 3 معالق من دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسة الناعم، بيفرق جدا في هشاشة العجينة. بعد كده هضيف معلقتين كبار ممسوحين خميرة، معلقتين كبار سكر، رشة ملح، وهقلب كويس المكونات الجافة مع بعض. بعد كده هبدأ بقى بالمكونات السايلة. عندي نص كوباية زيت على زبدة او زيت على سمنة، كوباية لبن دافي، كوباية مية دافية، وعلى جنب كده بحط كوباية مية دافية جنبي علشان أبدأ أزودها بالتدريج على العجينة. طبعا نوع الدقيق بيفرق معانا، وطبعا عشان احنا ضفنا دقيق السميد فبيحتاج سوائل اكتر شوية. بضيف بقى السوائل بتاعتي بالتدريج لحد ما العجينة بتاعتي تلم معايا بالشكل ده. بعد كده بنزل بيها على الرخامة وافضل اعجن فيها مدة ما تقلش عن 10 دقايق. لازم اهم حاجة ان احنا نعجن كويس العجينة بتاعتنا علشان تبقى طرية وناعمة وتريحنا في الشغل. بعد ما العجينة بقت معايا بالشكل ده بحطها في البولة بتاعتي، بكون دهناها دهنة خفيفة زيت وغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. بعد ما بتخمر معايا بالشكل ده ببدأ بقى ان انا اطلع الهواء منها واشكلها لكرات متساوية الحجم. بعد ما بخلص كل الكمية ببدأ بقى اشكل، بدهن الرخامة بتاعتي دهنة خفيفة زيت وبفردها كويس كده بايديا، بتتفرد بمنتهى السهولة. وبعد كده بعمل فيها فتحة من النص واحط الحشوة والفها بالشكل ده. طريقة سهلة جدا. بخلص كل الكمية وارصها في الصينية بتاعتي. بعد كده بغطيها واسيبها تخمر تاني ويتضاعف حجمها. بعد ما تضاعف حجمها بدهنها بقى بصفار بيض عليه نقطة لبن ورشة قهوة سريعة الذوبان، وبزينها بأي حاجة. بتدخل معايا الفرن تقعد معايا 10 دقايق أو ربع ساعة، بتطلع معايا بالشكل والجمال ده. واهم حاجة لازم لما تطلع من الفرن اغطيها بفوطة مطبخ نظيفة عشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها. شايفين بقى شكلها وجمالها عامل ازاي؟ هستناكم تجربوها. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.